نضيف الممبار لازم يكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ولازم نرضى عنه تماما. كمان هننضفه بطريقة حصرية في لذيذة وسهلة بالسفنجة زي ما احنا شايفين كده. اللي مش هيشوف الفيديو هيبقى فايته كتير قوي، ولو مستفدتوش منه في كل دقيقة انا بقولك ما تكمليش الفيديو للآخر. وكمان قلبناه بالليمونة حصري في لذيذة وسهلة. اللي ما شافش الفيديو فايته كتير، وتقدروا ترجعوا وتشوفوا قد ايه الطريقة حلوة. وكمان أنا قلبته تاني بالشكل ده علشان تعرفوا قد إيه الطريقة فعلا نضيفة معانا وسهلة في نفس الوقت. كمان انسى التنظيف بالكبة أو أي حاجة تانية. يلا نشوف أضمن طريقة لتنظيف الممبار. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير وعيد أضحى سعيد علينا جميعا. بصوا بقى، الممبار احنا جايبينه اهو، ما عملناش فيه اي حاجه، ودي كميه الدهون اللي كانت عليه. انا ما شلتش اي دهون من عليه. انا بسيب جزء بس بسيط من الدهون بيدي طعم في الحشوه، وتقدري انت تتحكمي في كميه الدهون سواء كانت زياده او اقل او حتى تشيليها خالص. هننزل بكميه الممبار اللي انت هتعمليها، وتنزلي عليها بكميه ميه بالشكل ده. كخطوه اولى بقى نبدا نغسله فيها زي ما احنا شايفين مع بعض كده، من اي بقى قشايه ممكن تكون على الدهون، وكمان من اي بقايا ممكن تكون في الممبار من جوه لسه ما تخلصناش منها. دي خطوة مبدئية هنعملها علشان خاطر التنظيف. كمان احنا هنخلص الخطوة دي كلها بالشكل ده، ونبدأ نحط كمية مية تاني، ونفس اللي عملناه هنعيده تاني، بس انا ما عدتهاش معاكم عشان وقت الفيديو. كمان هنخلص الكمية كلها بالشكل ده، ونبدأ بقى نغسل الأطباق بتاعتنا وكل حاجة تبقى نظيفة عشان الزفارة. مش عايزين يلقط معانا اي زفارة. ونخلص بالشكل ده كده. هنجهز المية ونجهز معاها شوية خل، ودي الخطوة الوحيدة اللي بنحط فيها الخل، والخل هنا هيعتبر مطهر معانا. كمان نخلي بالنا ما نكترش الخل عشان الخل ما يهريش معانا الممبار او يقطعه. دي بقى الطريقة الأساسية لقلب الممبار، واحنا قلبناه كمان بالليمونة للمبتدئين، لكل اللي ما بيعرفش يعمل الطريقة دي. كمان في اللي بيعمل على السكينة، في اللي بيعمل على الشوكة، على المعلقة، على الحوض بالمية. بس أنا ما بحبش طريقة المية نهائي. الطريقة دي سهلة جدا، طريقة أمهاتنا بقى وطريقة زمان. هنحط سن السكينة من تحت، وتكون سكينة رفيعة بالشكل ده، وتاخدي الكمية كلها زي ما انت شفتي كده. مفيش أسهل من الطريقة دي. كمان أمهاتنا زمان كانوا بيقلبوها على عصاية، وبتبقى سهلة جدا، عصاية ناعمة كده. وبالطريقة دي انت اللي بتبقى متحكمة فيها على قد ما بتقدري تمسكيها بالشكل ده. مفيش أسهل من كده. لو معاكي 10 كيلو ممبار هتقدري تقلبيهم في أقل وقت، ومن غير كمان ما تحسي. هتدوسي عليهم بقى بإيديكي بالشكل ده، وتتخلصي من أي زوايد زي ما احنا شفنا كده. والمادة المخاطية بقى في الوقت ده هتبدأ تنزل معاكي. نخلص بقى من المية وننزل بكمية الممبار تاني في الطبق تاني، ونجيب بقى السفنجة. وهنا حصري في لذيذة وسهلة، أول طريقة لتنظيف الممبار بالسفنجة. السفنجة أمان يا جماعة، وإحنا عارفين إن دي سفنجة ما فيهاش أي سلك، لا خشن ولا ناعم، واللون اللي فيها ده لون السفنجة. كمان تقدري تبدليها بالسفنجة الألوان لو انت مش حابة تشتغلي كده بالسفنجة دي، وتبقي مطمنة على الآخر وملهاش أي أضرار. وعلى طول هنرش رشة ملح على قد كمية الممبار بالشكل ده، ونوزعها عليه بقى، وغسلة حلوة قوي للممبار كله بالشكل ده بإيدينا بقى كده، ينزل أي حاجة لسه لازجة فيه. يلا السفنجة هتجهز معانا، طبعا سفنجة نظيفة أول مرة نستعملها، علشان ده أكل ما ينفعش سفنجة مكان أي حاجة طبعا زي ما احنا عارفين. تقدري بعد كده تتخلصي من السفنجة، تقدري تغسليها غسلة حلوة أوي بوصفة الصابون اللي أنا هعملها لكم إن شاء الله. طريقة الصابون دي سحر، بتحوش أي دهون، بتدوبها في ثواني. هنشوف بقى الممبار اللي احنا بنعمله. الحتة اللي احنا شفناها الصغيرة دي كانت حتة ضاني، كانت فايدة معايا، حبيت اوريها لكم علشان خاطر تعرفوا ان الطريقة دي بتنفع في اي ممبار ضاني عجالي ايا كان. الطريقة ناجحة معانا. يلا بقى على طول ندخل الممبار في السفنجة بالشكل ده ونشد بقى. عشان كده انا قلت لكم الممبار لازم تكون حتة سليمة بالشكل ده، هتسهل عليكي بدل ما تقطعي وتاخدي حتة حتة على ايديكي، هتبقى صعبة. الطريقة دي هتخلص لك 10 كيلو ممبار في ثواني، مش هتحسي بيهم لا في القلب ولا كمان في التنظيف، وهتبقى بالشكل ده. وفي الاخر انت اللي بتشتغلي، وانت اللي هتبقي شايفة ومرتاحة. وزي ما مرتاحة اختاري الطريقة، وانا بعدد لكم في الطرق عشان تختاروا ما بينهم.
هنخلص الكمية كلها، والطبقة اللزجة أو الطبقة المخاطية تبدأ تبان معانا في السفنجة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، كمان واحدة بواحدة كده وهتبقى سهلة عليكي. شايفين بقى قد ايه كل مرة الطبقة المخاطية بتبدأ تقل معانا لغاية بقى ما نخلص الكمية كلها، وهتلاقيها اختفت تماما زي أول قطعة أنا وريتها لكم، كانت نظيفة تماما ما فيهاش أي حاجة. والطريقة سهلة معانا جدا، والممبار مش هيتقطع منك وما تشيليش همه، هتخلصي كمية ممبار في أقل وقت ممكن بالشكل اللي احنا شفناه ده، ولا بقى بظهر السكينة ولا بسلكة ولا بأي حاجة تانية ولا بإزازة يتقطع معاكي أو يبقى متعب معاكي. طريقة سهلة ومضمونة، وهتجربيها وقولولي بقى بعد كده رأيكم في التعليقات ايه، واتمنى ان هي تعجبكم. حابة ان انت تقطعيها وتعمليها حتة حتة كده على ايديكي زي ما انا وريت لكم، تمام. انا قربت لكم الكاميرا ووريتها لكم على ايديا عشان تبقى الطريقة واضحة قدامكم اكتر، بس انت لما تسيبيها سليمة على بعضها كده هتبقى اسهل معاكي في التنظيف واسهل في الحشو واسهل في السوا كمان، وبيبقى وقت التقديم بتحطيه وتقطعيه التقطيعة اللي انت حباها. وادي الممبار قدامك اهو، انا حبيت اوريها لكم من اول مره بس عملت بالسفنجه الفرق واضح. هنخلص الكميه كلها وهنعيد مره واتنين وهننضف، مش هيبقى فيه اي زفاره، وبعد كده انت اللي هتحبي تعملي الممبار مش هتشيلي له هم تاني ومش هتتضايقي من عمايل الممبار. شايفين بقى انا وريت لكم في حته من السفنجه نظيفه ما فيهاش اي ماده لزجه او اي ماده مخاطيه من الممبار، وجربناها قدامكم اهو من قبل ما نغسلها أو نعيد التنظيف تاني، وكانت سهلة معانا وهجربها تاني معاكم أهو، وهتشوفوها قد إيه الطريقة مرضية وقد إيه الطريقة سهلة. هنخلص الكمية كلها بالشكل ده، وكل ما بننضف كل ما الكمية بتبدأ معانا لونها يفتح، كمان المادة اللزجة دي بتبدأ تختفي نهائي معانا. كمان احنا مش هنكتفي بكده، احنا كملوا للآخر، كل دقيقة فعلا زي ما قلت لكم هتستفادوا من الفيديو معانا ومن الطريقة وهتبقوا راضيين عليها. ويا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك ولا بالاشتراك للي لسه ما اشتركش، ويا ريت ترفعوا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد عشان وصفات لذيذة وسهلة كلها توصل لكم. الكمية كلها هتخلص في ثواني زي ما انتوا شايفين كده، مش هتاخد اي وقت. ويلا بقى نشوف السفنجة مع بعض كده. والسفنجة ما بتكدبش، الجزء اهو اللي ما نضفناش بيه خالص في نفس الخطوة من غير ما اغير المية ومن غير اي حاجة وريتها لكم وقتي، وهنعيد برضو على التنظيف وهنشوف الكمية كلها هننضفها للآخر وكلها تبقى فيها السفنجة ما فيهاش اي مادة مخاطية بالشكل اللي احنا شفناه ده كده. دي حتة عريضة اهي، حبيت اوريها لكم عشان تشوفوا الفرق فيها في نفس الحتة كمان مش في حتة مختلفة. دي اللي اتنضفت بالسفنجة، والجزء التاني ده لسه ما اتعملش بالسفنجة. طبعا فرق اللون واضح معانا، الجزء الاصفر شوية ده هو اللي ما اتنضفش، والجزء الابيض طبعا هو اللي اتنضف. وعلى ايدينا كده وهقرب الكاميرا عشان تشوفوها. شايفين بقى اول ما عملتها بالسفنجة كل المادة المخاطية طلعت في السفنجة، ولون الممبار بقى واضح معانا بالشكل ده ولونه بقى فاتح اكتر. يلا بقى كل الكلام اللي طلع ده نبدأ نتخلص منه ونغسل الطبق ونغسل السفنجة، وهنغسلها بقى بالصابون السحري اللي بيفتت الدهون في ثواني، الصابون اللي هنعمله ان شاء الله في لذيذة وسهلة وهنبقى نشوفه مع بعض. ويلا بقى على طول نغسل الطبق ونغسل اي حاجة بنعمل بيها علشان خاطر الزفارة. كل ما نخلص خطوة نغسل الادوات ونغسل الاطباق اللي معانا علشان الحاجات دي بتبقى شايلة زفارة، وكل ما ننضفها مع الممبار طبعا بتحوش الزفارة وبتبقى الحاجة معانا ريحتها حلوة. ودي السفنجة معانا اهي زي ما شفناها رجعت جديدة بخلطة صابون لذيذة وسهلة، وهنبقى نشوفه مع بعض. الممبار هنا عملناه مرة واحدة بس بالسفنجة، وهنعمله مرة تاني، وبعد ما نعمله هتشوفوه هو مش محتاج أي حاجة تاني، مرتين بس بالسفنجة وهتبقى النتيجة راضية عنها تماما. كمان كملي الفيديو للآخر، كلها خطوات مهمة وكل دقيقة معانا هنستفيد بيها إن شاء الله. شايفين بقى الممبار معانا كل مدى لونه بيفتح وكل مدى لونه بنبقى راضيين عنه تماما. الوصفة سهلة جدا ومرضية جدا زي ما احنا شايفين كده. السفنجة اهي بتبدأ ما تشيلش أي بقى حاجة تاني، خلاص هي نظيفة، حاجات بسيطة جدا اللي هتبقى فيها زي ما احنا شايفين مع بعض.
كمان تقدري تعملي قلنا الكمية كلها كده على بعضها أو تقطعيها تبقى على إيدك، مفيش أي مشكلة. تقدري تحطيها قدامك على الرخامة وتحطي بقى أي كيس قدامك تنضفي عليه أو تقطعيها كده حتة بحتة، برضو الطريقة هتبقى مريحة معانا. طبعا فرق السفنجة المرة دي من المرة اللي قبلها واضح تماما معانا. هنشوف مع بعض حالا دلوقتي من غير ما أغير المية أو السفنجة. هنشوف دلوقتي التنظيف معانا في ظهر السفنجة في الجزء النظيف، هنلاقيها ما اتغيرتش، ما فيهاش أي حاجة، وزي ما قلنا السفنجة ما بتكدبش. شايفين بقى قد إيه هي حلوة معانا الطريقة وقد إيه مرضية جدا. هنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة ونفس الخطوات. ودي حتة هنا ما كنتش واخدة بالي منها، ما كناش عاملينها، وهيبان الفرق فيها إن الطريقة ديت أول مرة تعمليها بالسفنجة. شايفين بتبقى مليانة قد إيه، وكل حاجة بتطلع في السفنجة على طول. من اللي بنعملها تاني مرة بتقل معانا، ولما تيجي كمان تخلصي وتعيدي عليها هتلاقيها مفيهاش أي حاجة نهائي، والتنظيف هتبقي راضية عنه 100%. كمان زي ما قلنا هناخدها على الرخامة قطعة كلها سليمة من الممبار أو جزء بجزء، تقطعيها زي ما انت حابة على طريقة المقاس اللي انت حباه وهتحشي بيه. كمان هنا الدهن اللي كان في الممبار كان لونه أصفر، نخلي بالنا برضو من النقطة دي. يعني لو ما كانش الدهن لونه أصفر كانت الممبار كانت هتبقى بيضة تماما. كمان الطريقة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة بقى أي توضيح زيادة مننا. الطريقة باينة جدا إن هي نظيفة معانا. مش عايزاكم حقيقي تظلموا الفيديو ده. لو الطريقة عجبتكم أتمنى منكم الشير واللايك، وتقولولي في التعليقات عشان الوصفة تترفع معانا. هنا اهو زي ما احنا شايفين مع بعض بالسفنجة على الرخامة، وزي ما بتفتحي تقدري تشتغلي. هنخلص الكمية برضو كلها بالشكل ده. تنضفي جنب وتقلبي على الجنب التاني، لكن بقى لما بناخدها على ايدينا وقطعة كلها سليمة بتاخديها شد على طول كده بإيدك من الجنبين في وقت واحد. وأنا قلت لكم أنا بوريكم الطرق، وكل واحد زي ما بيرتاح يقدر يشتغل. يلا بقى على طول لايك للي لسه محطش لايك، واشتراك للي ما اشتركش في القناة. كده الكمية كلها تبقى خلصت بالشكل ده بكل سهولة. شايفين لونها بقى قد ايه فتح معانا، وقد ايه باين عليها النظافة بالشكل كده اللي احنا شايفينه. مش هنكتفي بكده ومش هنكون كده خلصنا. رشة دقيق، رشة ملح، رشة ردة، وعلى طول بقى كده نديها دعكة حلوة بإيدينا. وننزل بقى أي حاجة بسيطة لسه مكان الكلام ده، نحوش أي زفارة كانت بسيطة برضو مكان المية بقى. ما هنحطش خل. الكمية تقدري تصفيها تمام، مفيش مشكلة من المية. تقدري تحطي كده على طول، مش هتحتاجي ان انت تصفي. بس انا بقولك على الطريقتين وانت برضو احتاري واختاري. يلا بقى على طول تقدري تخلصي كده وتسيبيها من ساعة لساعتين قبل الاستخدام، او تغسليها طبعا وتحطيها في مية بليمون، وتستعملي بقى الوصفة بتاعتك على طول وتعمليها زي ما انت عايزة. تقدري كمان تنضفي كده وتشيليها زي ما هي كده في الفريزر، وبعد كده تطلعيها تحطيها في مية بليمون وقت ما تيجي تعملي وصفتك، مفيش أي مشكلة. وتفرزيها على كده بالدقيق والردة والملح، وهتبقى معاكي ناجحة تطلعيها وقت ما انت هتستخدميها على طول. وزي ما احنا شوفنا كده ما خدتش أي وقت معانا. وبالشكل ده زي ما قلت لكم تحطوها في مية بليمون، هتبقى رايقة معاكم خالص كده ولونها فاتح جدا ومش هتغير. شايفين قد ايه هي بتتكلم عن نفسها. طبعا نظافتها واضحة. طبعا هتخلصوا بقى الكمية كلها كده سهلة في الحشو وسهلة في السوى، وهتبقى سهلة في التقديم. ودي السفنجة بوصفة الصابون بتاعتنا. وكل سنة وانتم طيبين.